فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة إلى أرواح الشهداء جميعا، وأخص بهم ذكر الكادر الطبي، وأخص بذكر الدكتور حسن الأعرج الذي نقف في هذه اللحظات تحديدا لذكراه ولجهوده العظيمة في الثورة السورية المباركة، وندين بشكل عام استهداف المدنيين واستهداف المنشآت الطبية والكادر الطبي من قبل الطيران الحربي السوري والروسي الذي يستهدف المنشآت الطبية والمنشآت المدنية التي تقدم الخدمات الإنسانية للمرضى والجرحى المدنيين وأخص بالذكر المناطق الاشتباك بسبب ندرة وقلة هذه الكوادر ويتم استهدافها بشكل ممنهج. هذه جريمة نكراء، وعلى العالم أن يدين هذه الجريمة وإيقافها، لأن فقدان مثل هكذا أشخاص يؤدي إلى فقدان العشرات من المدنيين الذين لن يتم إنقاذهم بسبب فقدان الكوادر الطبية. السلام عليكم. لا خليكم. بصراحة الجريمة اللي ارتكبها النظام ما هي غريبة عنه، يعني فهو يعني متعود انه يخرق القانون الدولي ويخرق الأنظمة الدولية عامة ويرتكب مجازر بحق الكوادر الطبية، بحق كوادر الدفاع المدني، بس للأسف عم نلاقي انه عالميا ما في حدا يردعه عن هذا الأمر، وهذا بصراحة الأمر عم يؤدي لإحباط كبير، انه العالم كله عم نشعر انه في مؤامرة تحاك ضد هذا الشعب السوري، ضد كوادره المدنية العاملة على الأرض. الله يعطيكم العافية.